سيد. يا خرابي على القمر، ايه العفانه دي؟ التحرش مش كلمة بتتقال وخلاص، دي جريمة بتبوظ بيوت وتضيع مستقبل وما ينفعش نسكت عليه. التحرش الجنسي مش لازما يكون لمس ورا حركة واضحة، ده ممكن يكون كلمة خارجة أو نظرة مش كويسة، تعليق ملوش أي تلاتة لازمة، أي حاجة بتضايق حد وبتحرجه من غير ما يكون موافق. والموضوع ما منتشر جدا في الشوارع، في المواصلات، في الشغل، في الجامعات كمان، في كل حتة للأسف بقى موضوع التحرش الجنسي ده منتشر فيه. بس خليني أقول لك حاجة، القانون المصري مش سايب الموضوع ده يعدي بالساهل. طب ايه هي عقوبة التحرش الجنسي؟ اسمع بقى كده، لو تحرش عادي حبس من 2 لحد 5 سنين. طب لو في تهديد او ابتزاز او حصل في مواصلات عامة او مكان شغل، العقوبة بتزيد وممكن توصل لحد 7 سنين. طب لو بقى تحرش مشدد او ملاحقة متكررة، العقوبة هنا بتوصل لحد 10 سنين. ولما اقول لك انها جريمه يبقى جريمه بجد، عشان انت مش بس بتضايق شخص، انت بتكسر نفس وثقه وراحه ممكن تسبب لشخص في خوف وقلق يفضلوا معاه سنين. بالنسبه للضحايا بقى، لو حد ضايقك اطمني، صوتك مسموع وفي ناس هتقف معاكي وفي قانون هيجيب لك حقك. اما بالنسبه اللي بيتحرش ده، اوعى تفتكر انك اذكى من القانون، كلمه واحده او حركه واحده ممكن تضيع مستقبلك وتخسرك شغل وسمعه وكرامه. فانت كمواطن لو شفت حد بيتحرش ما تخافش انك تتكلم وتساعد وصور، ما تبقاش متفرج. الخلاصه ان احترامك للناس هو اللي هيحترمك، ونفسك اللي رايحه جايه في الشارع النهارده ممكن تكون مكان بنت او حد من اهلك بكره. اعمل لايك وفولو، يمكن نمنع الموضوع ده. سلام.